علميا العيد نهار الاربع هنا في المغرب، وهاد المره ماشي غير نمسح الصفحه، غادي نخلص غرامه ديال 1000 درهم اذا كنت غلط. ولا عرفتي شنو؟ 2000 درهم. عرفت هدير 10000 درهم اسيدي. يلا شكون يتحداني دابا؟ بلاتي شنو اللي كيخليك تتكلم بكل هاد الثقه في النفس؟ واش شيطان عليك فلوس لهاد الدرجه؟ لا سيدي، ما شيطانش عليا الفلوس، ولكن انا كنثيق في العلم في الامور بحال هادي، لانه علميا وفلكيا الحسابات الفلكيه كتقول باللي ان العيد غادي يكون في المغرب نهار الاربعاء ان شاء الله، وماشي غير في المغرب، في اغلب الدول العربيه والعالميه. ولكن الدول الاخرين راه ما كنثقش فيهم، راه ممكن انه يكون العيد حتى نهار الاربعاء ويقولوا نهار الثلاث. ولكن المغرب عنده الامور مضبوطه في هذه القضيه هذه، لان المغرب كيعتمد على الرؤيه بالعين المجرده، ماشي بحال الدول الاخرى السعوديه والدول اللي تابعينها كتعتمد على التلسكوب، واحيانا راه كتعتمد على الحسابات الفلكيه ماشي التلسكوب. وهذا الشيء هذا اللي كيخلي دائما المغرب يصوب ويعيد مختلف على السعوديه واغلب الدول ديال العالم، لانه علميا باش نقدروا نشوفوا الهلال ديال شي شهر دخل خص على الاقل دوز عليه واحد 15 حتى 16 ساعه من الزياده ديالو، يعني تزاد بكثر من 15 او 16 ساعه تقريبا. والهلال ديال شهر شوال ديال هذا العام غادي يتزاد نهار الاثنين في 26 دقيقه تقريبا، يعني نهار الثلاث اللي غادي نراقبوا حنايا الهلال غادي يكون العمر ديالو تقريبا اكثر من 24 ساعه. ولكن اغلب الدول العربيه والدول الاسلاميه الاخرى غادي يراقبوا الهلال نهار الاثنين، وبالتالي ملي غتجي تراقبوا مثلا السعوديه غادي يكون باقي ما تزاد، يعني حتى هما غادي يصوموا نهار الاربعاء. ولكن حنا ملي غادي نراقبوا غادي يكون العمر ديالو كيف ما قلت فايت 24 ساعه، وبالتالي غادي يكون الرؤيه ديالو بالعين المجرده سهله جدا، ويمكن اي واحد يشوفه اذا كان الجو صافي. وبالتالي العيد غادي يكون موحد ان شاء الله في اغلب الدول العربيه والاسلاميه نهار الاربعاء ان شاء الله، الا اذا حدثت شي مفاجاه، وانا صراحه ما كنستبعدهاش، لان شحال من مره الدول اللي تابعه السعوديه صاموا في ايام او لا عيدوا في ايام ماشي ديال العيد وماشي ديال رمضان. ولكن المغرب كيف قلت هاد الامور هادي عنده مضبوطه، وقليل بزاف نادرا في كيخطا. وغير المعلومه هاد الشيء هذا انا ما كنجيبوش من راسي، وماشي مشعوذ وماشي عراف وماشي منجم، هاد الشيء هذا يمكن اي واحد يدخل اي موقع ديال الحسابات الفلكيه ويتاكد منه. ودابا ما بقى عليك الا تبارطاجي هذا الفيديو هذا باش تعمل فائده، واللي غادي يسافر ولا غيدير شي حاجه يضرب حسابه بلي ان العيد غادي يكون ان شاء الله نهار الاربعاء.